انا اقول لك ازاي تبقى يوتيوبر ناجح وقناتك تتفجر بملايين المشاهدات خلال 6 شهور. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. كان معاكم محمود عابدين. انا اقول لك ازاي تبقى اشطر يوتيوبر على منصة اليوتيوب ديت. اعرف كل الحقيقة على السوشيال ميديا كلها. المنصة دي الوحيدة الناس كلها بتكرهها، تكره ان هي تعمل محتوى فيها، بس هي الحقيقة ان هي احسن منصة ان انت تعمل فيها محتوى، عشان المحتوى اللي انت هتعمله هيجيلك فلوس بعد كده وحياتك هتتظبط. هتقول لي ازاي؟ اقول لك اليوتيوب دوت اصعب منصه على السوشيال ميديا، والناس كلها ما بتحبش انها تعمل محتوى عليها، مع ان اليوتيوب دوت اكتر منصه بتديك فلوس حرفيا على المشاهدات. بس انت لازم تتعب عشان توصل في اليوتيوب دوت ويبقى ليك اسم وجمهور ناس بتحبك. اول حاجه تعملها تعمل قناه على اليوتيوب. تاني حاجة تعملها إن أنت تركز على المحتوى بتاعك. يعني إيه تركز على المحتوى بتاعك؟ محتوى تعليمي تثقيفي زي قناتي كده، أو محتوى بيتكلم عن الكورة، أو محتوى يعني أنت محتوى اللي أنت حابه. بس قبل أي حاجة لازم تدرس المحتوى ده، تدرس كل جوانبه عشان تعرف تبدأ صح. يعني بعد ما عرفت أنت هتقدم إيه في القناة بتاعتك، تالت حاجة تعرف تمنتج فيديوهاتك صح. يعني إيه مونتاج؟ يعني تعمل إضاءة كويسة بالكلام دوت. وانا اقول لك في فيديو جاي ان شاء الله ازاي تعمل مونتاج صح وتعمل اضاءه كويسه زي ما انا عامل دلوقتي. تالت حاجه بعد ما تعمل مونتاج وتظبط دنيتك وتعرف المحتوى اللي انت هتقدمه وتعمل قناه، تبدا تنزل يا اخويا على اليوتيوب. بس قبل ما تنزل لازم تعرف ان اليوتيوب ده هيجي لك، يعني كل ما تصبر كل ما يجي لك نجاح ان شاء الله. اول حاجه لازم تنزل كل يوم فيديو، مش يقول لك بقى فيديو في الاسبوع ولا فيديوين في الاسبوع والكلام ده. لازم تنزل كل يوم فيديو. نزل كل يوم فيديو ليه بقى؟ عشان اليوتيوب لما يجي انت بتنزل كل يوم استمرارية عندك، اليوتيوب هيقترح فيديوهاتك وهتبقى ملايين المشاهدات. يعني كل يوم نزل، اعمل زي كده. انا بعمل ايه يا معلم؟ اعمل فيديوهاتي اسجلها كلهم في يوم واحد وانزلها مره واحده، بس متجدوله. يعني ايه متجدوله؟ يعني انزلها واليوتيوب ينزلها حاجه حاجه، عشان ايه؟ اريح نفسي كده واقعد بمتاح البال خلال الاسبوع. فايه هنزل الاسبوع اللي جاي، في انزل الاسبوع اللي جاي، عشان اليوتيوب دوت لما يلاقيك مستمر ويلاقيك يعني ايه عندك نشاط كده وحيوي هيقترح فيديوهاتك. بس اول حاجه تعمل الفيديو ازاي؟ اول حاجه تخش على الشات جي بي تي، تجيب موضوع او فكره من شات جي بي تي ويجي لك موضوع كده، تقرا الموضوع كويس جدا عشان يبقى فيه نقط في دماغك على شات جي بي تي، عشان تجيب نقط وافكار تعمل موضوع معين. وانت بتنزل فيديو يا حبيبي لازم تعمل الصور المصغره. اصل الصور المصغره دي دوت غلاف الفيديو عشان الناس تدوس على الفيديو بتاعك وتشوف وتتابعك يا اخويا. لازم الصور المصغره، عشان الصور المصغره دي اساس كل حاجه. ولازم العنوان اللي انت بتكتبه على الفيديو. تعمل يا معلم؟ انا زي ما بعمل انا بالظبط، اخش على القناه الكبيره اشوف العنوان اللي هم كاتبينه واخده بص كوبي واحطه على الفيديو اللي انا عامله. هيجي لك مشاهدات عشان هم دول القنوات الكبيره عندهم تطوير وعندهم خبره، هم عارفين العنوان ده بيجيب مشاهدات ولا لا. انت تاخد العنوان تحطه على الفيديو كده هيجي لك مشاهدات وقناتها هتنجح. بس لازما موضوع الاستمرارية، عشان الناس كلها بيجيلها إحباط إن هي بتفكر في الفلوس الأول، بيحسبوا هينزلوا الفيديو تاني يوم ياخدوا فلوس. لا، مفيش الكلام ده. لازم تشتغل 6 شهور كل يوم تنزل. بص، مفيش يوم ما تنزلش، كل يوم تنزل عشان يبقى عندك استمرارية والخوارزميات تقول لك أنت واد ناجح، هننجح لك قناتك. وهنا ننتقل على النقطة التانية في اليوتيوب، إن اليوتيوب بيحاسبك إزاي. أنا أقول لك اليوتيوب بيحاسبك إزاي. ال1000 مشاهدة يا أخويا تفرق، محتوى عربي أو محتوى أجنبي أو بيتفرج عليك مصري زي حالاتك أو أجنبي عنك أو سعودي أو إماراتي. لو مصري ال1000 مشاهدة بتتراوح من $1 ل$3. لو أمريكي اللي بيتفرج عليك المشاهدات ال1000 مشاهدة بتتراوح من $8 ل$15. وانت ممكن تعمل محتوى اجنبي بس خليك مصري عشان قناتك تنجح في الوطن العربي كله. وان شاء الله هتنجح مادام انت بتنزل كل يوم وكل حصر وكل جديد. قناتك هتنجح وهتربي يعني جماهير، والناس هتحبك عشان انت راجل ناجح وكويس جدا. وهنا خلصت حلقتنا. اتمنى لو الحلقه عجبتكم اعمل لايك واشتراك وانتظر كل جديد مع محمود عابدين.